السلام عليكم. شرح جديد وعزمة جديدة للكراش، ويلا نبدأ الشرح. أول حاجة ما تنساش إنك تشترك في القناة لو أنت لسه مشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يظهرلك كل جديد، واللايك بتاعك والكومنت بتاعك الفاجر. تمام. أول حاجة هنحتاج البرنامج اللي هو اسمه ذا أرشيفر والتريمكس، هتلاقيهم في الوصف بتاع الفيديو. هتخش على قناة التليجرام بتاعتي هتلاقيهم في قناة التليجرام، والملف اللي احنا هنستخرجه برضه هتلاقيه في قناة التليجرام برضه، هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. تمام. أول حاجة هنخش على التليجرام كده، هنخش على الملف اللي هو اسمه كراش سيك. هنضغط على الملف كده، وبعد ما نحمل زي ارشيفر هنقوم داخلين على زي ارشيفر، هنضغط عليه برضو ونخش نستخرج من الملف بالشكل ده. اول حاجه نضغط على السهم ده، وبعدين كمان مره على السهم، وبعدين هنعمل، عشان انا مستخرجه قبل كده، هضغط علامه صح وبعدين استبدال. كده انا بستخرج الملف. تمام كده. ثانيه قبل ما يحمل. كده الملف استخرج معايا. كده زي ارشيفر مش هنستعمله تاني. هنخش مثلا على التليمكس هنا، وبعد ما احنا استخرجنا الملف من زي ارشيفر هنخش على التليجرام ونجيب اول امر بالشكل ده انا برضه هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو. هتخش على قناة التليجرام هتلاقيه برضه في قناة التليجرام اول امر ده. كوبي. خش على التريمكس. استنى لحد ما يحمل. حط اول امر وندوس انتر ونسيبه لحد ما يحمل براحته. تمام. هو كده حمل. هنخش على تاني امر. برضه نسيبه لحد ما يحمل براحته. لو جالنا واي او ان هنختار واو، كابيتال او سمول عادي يعني مش هتفرق. بنسيبه لحد ما يحمل براحته بالشكل ده كده. لو جالنا برضو واي او ان او الكلام ده هنختار واي على طول، يعني ما تعملش ولا اي ولا ان ولا الشغل ده، هو واي بس. ونسيبه برضو لحد ما يحمل للاخر. نختار واي. كده حمل تاني امر. هنخش نجيب بقى تالت امر. اهم حاجه ركز معاهم عشان ما تلخبطش في الاوامر وكده. وندوس انتر ونسيبه. نختار واي برضو. نسيبه يحمل براحته. كده خلص تحميل. هنخش على نجيب رابع امر. كوبي. ندوس انتر. لو جالنا واي او ان هنختار واي على طول، محدش يضغط ان خالص، هو واي بس. واي دي مش يو دي. دي واي عشان في ناس بتعمل اليو دي. تمام. سيبه يحمل برضه براحته عادي يعني. كده احنا خلصنا الأوامر اللي فوق دي. نخش بقى نجيب الأمر ده. ناخده كوبي. أهم حاجة نستنى لحد ما علامة الدولار تيجي ونحط الأمر على طول، يعني ما ننزلش بأي أمر، يعني حتى لو واقف مش بيحمل ما ينزلش بالأمر لحد ما علامة الدولار دي تيجي. نحط الأمر ده وندوس انتر ونسيبه برضه يحمل براحته. أهم حاجة بس ما تلخبطش في الأوامر ولا تعمل أوامر غلط وكده. نروح نجيب الأمر اللي عليه الدور. عادي لو انت طلعت من التريمكس وهو بيحمل عادي، مفيش أي حاجة يعني. الأمر ده كده. سيبه يحمل لحد ما يجيب لنا علامة الدولار، يعني زي ما احنا متعودين. وبعد ما اخلص تحميل كده ويجيب لنا علامة الدولار هنحط آخر أمر. مش آخر أمر بقى، نحط الأمر اللي احنا جبناه من التليجرام ونسيبه. تمام. نحط الأمر اللي عليه الدور ده، ناخده كوبي ونحطه هنا.
تسيبه لحد ما يحمل براحته. اهم حاجة ما نعملش اي حاجة لحد ما علامة الدولار لازم تيجي. كده عرفنا ان الامر خلص تحميل، نحط الامر اللي عليه الدور. بس كده. نسيبه يحمل براحته، قعد كتير عادي، ده بيبقى على حسب سرعة النت وعلى حسب الميجا اللي عندك، يعني مثلا المساحة بتاعة التليفون كده يعني. سيبه يحمل براحته عادي جدا يعني. وبعد ما جبنا علامة الدولار هنحط آخر أمر اللي هو NPM start. تمام. نحطه كده وندوس انتر ونستنى. هنا بيقول لك انتر ذا باسورد، الكراش بباسورد. عشان نعمل الباسورد هنكتب ايه؟ نكتب الكلمة اللي فوق دي اللي هي اسمها كشمير اكس 1. تمام. هنحط KASHMIRI اكس 1 وندوس انتر. تمام كده. هنا بيقول لك انتر يور نمبر برو. هنحط النمبر بتاعنا، هنحطه زي ما احنا متعودين، مش هنعمل البلس. تمام. هنكتب الرقم على طول 20 11 4 6 5 3 9 9 وندوس انتر. ده الكود بتاعنا. ممكن يجيلنا اشعار وممكن لا. لو ما جالناش اشعار هنعمل ايه؟ نخش على الواتس كده عادي، والثلاث نقط والاجهزه المرتبطه وربط الجهاز، ونحط الباسورد بتاع الفون والربط برقم الهاتف بدلا من ذلك، ونضغط الكود اللي هو جالنا في التريمكس. تمام. يعني بيقول لك جرى تسجيل الدخول، ثانيه لحد ما يحمل براحته. وبعدين هنخش على التريمكس نتاكد ان هو ربط. كده ربط. تمام. هنخش هنا ثانيه لحد ما يجيب لنا نشط. برضو لو ما جاب لناش نشط هنخش على الشات بتاعنا، نعمل كلمه منيو بالشكل ده. كده فتح معانا. تمام. ثانية برضو لحد ما ده يحمل، لحد ما يجيب 100%. ثانية برضو. كده ايه؟ الكراش بتاعنا اشتغل. فل الكلام. أوامر الكراش ايه بقى لو انت عاوز ترمي كراش على حد؟ أمر الكراش بيبقى نقطة CRASH. ده أمر الكراش. تمام كده. أمر الكراش كراش نقطة كراش بالإنجليزي. ونسيب مثلا مسافة ونكتب الرقم اللي احنا عاوزين ايه نرمي عليه كراش بالشكل ده كده. تمام. الشكل اللي قدامك ده هيجيلنا التفاعل. يعني هو بيتفاعل عشان اصلا الفون بتاعي معلق وكده. ثانية. خش تاني. هيجيلنا التفاعل ده كده ورا معلق كروش. تمام كده يا قلب اخوك. وبرضه في امر تاني، الامر اللي هو ده اللي هو جودز ده برضه امر بتاع كراش برضه. تمام. وبس كده يا قلب اخوك، هو ده الشرح بتاع النهارده والكراش الجديد. لو عجبك الشرح متنساش انك تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد، والكومنت بتاعك الفجر، واحلى مسا عليكم.